السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ يا رب دايما كلكم تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنبدأ النهاردة نعمل صينية بطاطس سهلة وبسيطة جدا جدا. انا عارفة ان كلكم شاطرين وبتعملوا احلى بطاطس بالفراخ، بس تعالوا شوفوا طريقتي وقولوا لي رأيكم فيها. انا النهارده معايا استخدمي بقى البطاطس الكميه اللي انت تحبيها، كيلو بطاطس. معايا نص من الطماطم، ومعايا هنا فرخه. تمام. طبعا هنا صورة البطاطس بعد ما استوت شوفوا قد ايه جميله، قد ايه فعلا شهيه وكمان الطعم مش قادره اقول لكم، وريحتها اللي قلبت البيت. بجد هي تريكات بسيطه بس بتفرق قوي في الطعم. بصوا بقى معايا هنا انا خدت نص كيلو طماطم، غسلتهم كويس وقطعتهم في الكبة، وجبت 3 فصوص من الثوم. وطبعا عايزه اقول لكم ان الثوم ده هيودي الصينيه في حته تانية خالص خالص. طعمه مع الفلفل الحار اللي انا حطيته، انا حطيت قرن واحد بس من الفلفل الحار، يعني ما تكتريش علشان هو طبعا بيبقى حراق جدا علشان لو في اطفال، لكن هو قرن واحد صغير كده، او ممكن تحطي نص لو هو كبير. وكمان حطيت معلقه من السكر، ضربتها مع الطماطم كويس قوي، وركنت كده الطماطم على جنب. وجبت الصينية بتاعتي اللي انا هعمل فيها الفراخ زي ما احنا كده شايفين، وقطعت بصلتين كده وسط، قطعتهم جوليان، وهنزل بيهم في الصينية وهدعكهم كويس قوي مع الملح وفلفل اسود. حطي معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وما تزوديش الملح لان لسه هنستخدم شوربة الفراخ، فهتبقى عليها ملح عشان ما تبقاش الملح بتاع البطاطس كتير. طبعا هننزل هنا بالملح وندعك كويس قوي قوي الملح والفلفل الاسود، وكمان هنحط كده ربع معلقة صغيرة من الكمون المطحون زي ما احنا شايفين كده، ده الفلفل الاسود. هننزل بالكمون المطحون ربع معلقة صغيرة. بصوا شايفين كده على طرف المعلقة دي، معلقة كبيرة، هي على طرف المعلقة كده، ما نكترش في الكمون، بس بيدي الحاجة البسيطة دي من الكمون بتدي طعم خطير. ودعاكي بقى جامد جدا، ادي كمان الملح. ودعكي بقى البصل على قد ما تقدري، ادعكيه كويس قوي بالملح والفلفل الاسود والكمون زي ما احنا كده شايفين. خليهم كده يتجانسوا مع بعض كويس جدا. بعد كده طبعا البطاطس كنا مقشرينها وغسلينها كويس، وبدأنا نرصها فوق البصل كده، رصيها زي ما تحبي. والفراخ هنا مش هحطها نية على البطاطس، انا سلقت الفراخ. طبعا لما بتتسلق بتدي طعم احلى للفراخ والبطاطس كمان. فاسلقيها بس ما تهريهاش، يعني اسلقيها كده، يعني تستوي كل حاجة بس مش ما تستويش جامد قوي. وبعد كده تبدأي ترصيها زي ما انتم شايفين كده، رصيها بقى كويس كده علشان كلها تاخد لون الشوي لما تدخل الفرن. رصيناها وتمام. بعد كده بقى هنجيب الطماطم بتاعتنا اللي احنا ركناها على جنب علشان نحطها على الوش زي ما انتم شايفين كده. دي نص كيلو طماطم. بصي بقى كده، خليها كده تقيلة شوية، ونزليها بقى على الفراخ على الوش عشان تدينا اللون الحلو بتاع الفراخ. ادي نزلناها. طبعا هنحط عليها بقى كده معلقة زيت عشان طبعا تلمعها، الزيت مهم قوي هنا للتلميع. بس معلقة زيت كده على الوش، ما تكتريش. وبحب احط معاها قطعة من الزبدة، بتخلي طعم البطاطس برضو في حتة تانية. حطي قطعة زبدة صغيرة اهي زي ما احنا شايفين كده، وهنديها غلوة على البوتاجاز من فوق، على العين من فوق. لما تبتدي تاخد الغلوة دي هضيف لها كوبايتين من الشوربة، او على حسب برضو الكمية بتاعتك من البطاطس. بصوا انا هنا حطيت مجين، انا هنا الصينية بتاعتي كانت كبيرة، كانت فيها اكتر من، يعني فيها فرخة وورك فرخة تقريبا، والبطاطس نفسها كانت اكتر من كيلو. فانا هنا استخدمت لها نص كيلو طماطم
وحطيت مجين شوربه زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. تمام. وبعد كده طبعا بعد ما هي طبعا لما غليت انا حطيت لها الشوربه بعد ما غليت الاول، ودخلتها بقى الفرن زي ما انتوا شايفين كده. هتقعد نص ساعه في الفرن. هنشغل الفرن من تحت، ولما نحس انها قربت تستوي نشغل الشوايه بقى 10 دقايق، وهتبقى بالشكل الجميل ده والريحه بقى تملى البيت. ومع طبعا البطاطس بتحب الرز بالشعريه، اعملي لها بقى احلى رز بشعريه. وبالهنا والشفا على قلوبكم يا رب. ولو وصلتوا لحد هنا اتمنى تعملوا اشتراك في القناه وتعملوا لايك وشير، واتمنى دايما وصفاتي تعجبكم، وتكتبوا لي في الكومنتات رايكم فيها، وتجربوها ان شاء الله وتعجبكم. بالف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. دايما تكونوا بخير وبالف سلام وسعيده دايما يا رب.